حبايبي الحلوين، عاملين ايه رأيكم بقى في المربى الجامدة دي حصري عندي انا وبس. ايه رأيكم؟ شايفين اللون بتاعها والقوام؟ شايفين القطع؟ يعني حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك. شايفين زي الجاهزة واحلى كمان. تعالوا بقى بينا كده نشوف المقادير ونشوف عملناها ازاي. ويا ريت اللي اول مرة يشوف قناتي يشترك فيها ويفعل زر الجرس وتتابعوني كده وتتابعوا الفيديو للآخر. وشكرا جزيلا لكل الناس اللي بتتابعني وبتاخد المشاهدة بتاعت الفيديو كلها للآخر. هنا انا معايا كيلو ونص من التين. طبعا التين لازم يكون جودته كويسة جدا يا جماعة، لان طبعا الفاكهة والخضار درجات، فلازم يكون التين جودته كويسة عشان ما يكونش فيه حشرات ولا ديدان ولا اي حاجة، ويكون نضيف جدا. وكمان لما بيكون التين جودته كويسة بيكون مسكر. فهنا انا كنت جايبة تين، يعني كنا جايبين 3 كيلو. فانا اخترت التين اللي هو المستوي والمفتوح، لان هو ده بيبقى احلى تين للمربى. لكن المقفول والناشف ده لا، يعني ده ما بيبقاش حلو في المربى. فانا هنا اخترت الكيلو ونص دول يكون كله زي ما انتم شايفينه كده مفتح ويكون حلو. فانا غسلته غسله كويسه جدا. شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. كانت التنايه حجمها كبير جدا. فانا بقى هنضفها كده من فوق واشيل القمع بتاعها من تحت، بيتشال معاه قشره كده بس. فانا بقى هنا هقطعه مكعبات. انتوا ممكن برضو لو انتوا مش عايزينه مكعبات ممكن تعملوه في الكبه، يعني ضربه واحده بس في الكبه كده بحيث ان هو ما يتهريش قوي. ممكن تعملوه في الكبه، بس انا بقى بفضل ان هو يبقى قطع، يعني انا بحبه قطع وكمان ياسمين بتحبه كده. فطبعا تنظيفه سهل خالص، اي حد يعرف ينضفه. شايفين ما شاء الله اللهم بارك كان عامل ازاي؟ والله كان عسل يا جماعه. يعني هو كان بيتكلم عن نفسه بصراحه. انا بقى هنا كنت عايزه اقطعه تقطيعات اصغر من كده، فياسمين قالت لي لا يا ماما انا عايزاكي تقطعيه كبير، عشان هي بتحب الحاجه القطع. يعني حتى الفراوله عملتها قبل كده مره قطع ومره في الكبه، قالت لي لا انا عايزاها قطع، مش عايزاها في الكبه. فهي بتحب الحاجه قطع كبيره. هنا طبعا انا كنت خلصت كل الكميه. شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك كان عامل ازاي، وكميه حلوه جدا. فانا هنا طبعا لما لقيت التين مسكر قوي، هو المفروض الكيلو عليه كوبايتين سكر عشان تبقى السكر بتاعها مظبوط. فانا هنا حطيت على الكيلو ونص كوبايتين بس. يعني انا كنت عامله حساب ان انا هحط 3 كوبايات على كل نص كيلو كوبايه، ودول على كل نص كيلو ليمونه كبيره برضو، فدول 3 ليمونات وكوبايتين سكر. انا ما رضيتش احط التالتة عشان التين كان بجد مسكر جدا، فمش هينفع ان انا احط كل كميه السكر دي مع التين وهو مسكر، فكده مش هينفع خالص. انا اصلا ماليش في الحاجات المسكره قوي كده. فده كده القوام المظبوط والطعم المظبوط هو اللي انتوا هتلاقوه في الكوبايتين دول لو التين جودته كويسه. هنا بقى طبعا انا هقلبهم كويس قوي وهسيبه بقى يرتاح شويه. هو المفروض يعني ممكن تسيبيه من بالليل للصبح، هتلاقيه بقى نزل الميه بتاعته كلها وشرب من الليمون ومن السكر وبقى حلو. فطبعا انا هنا سبته بس لحد يعني انا كنت عاملاه ساعه حوالي الساعه حوالي 6 كده. فانا عملت المربى كان بالليل الساعه 12، كان الولاد ما كانوش راضيين يستنوا يعني اكتر من كده. شايفين بقى هنا بعد ما طلعتها قعدت حوالي كام ساعه، يعني ما بقيتهاش للصبح. ما شاء الله شايفين عامله ازاي؟ ولونها طبعا الليمون هو اللي بيدي اللون الحلو ده ما شاء الله. فانا هنا هحطهم في صينيه، ممكن تحطيها في اي حاجه، بس انا دايما بحب الصينيه، بحسها يعني اوضح واكبر، يعني تاخد اكتر وبحسها واضحه بالنسبه لي عن الحله. فانا هنا حطيت صينيه جنبي على البوتاجاز وفيها طبق، عشان كل الرغوه اللي بتطلع بطلعها، يعني ما تخليش اي رغوه تكون موجوده. كل الرغاوي دي بتتشيل اول باول. ليه؟ عشان تخلي المربى صافيه وحلوه والصوص بتاعها يبقى رايق. دي حركه كويسه جدا لازم تتعمل واساسيه ومهمه جدا. شايفين هنا بقى طبعا ياسمين قالت انا هقلب، انا قلت لها قلبي. هي بقى عماله تقلب عشان تستنى الرغاوي كلها لما تطلع كلها مره واحده، وهي بقى بتشيل. فهتشيلها بقى كلها وهتنضف بقى كل ده اهي. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، نتفت بقى خالص وما بقاش فيها خالص اي رغوه او اي ريم من على الوش، لان الريم ده بيخلي المربى مش حلوه. زي بالظبط ما بنشيله من الشوربه، يعني لو بنسلق شوربه، بنسلق لحمه او فراخ في شوربه، الريم اللي بيطلع بنشيله، لان طبعا الريم ده بيقل من جوده الحاجه.
هنا بقى كانت خلاص اتسبكت. هي طبعا بيبقى السمك بتاعها زي بالظبط شايفين النقط بتنزل بالراحه ازاي، مش سريعه، يعني معنى كده ان هي الشربات بتاعها مش سايل، فكده يبقى خلاص اتسبكت. كده خلاص اتسبكت. فالسمك بتاعها بيبقى زي الشربات التقيل. هنا بقى شايفين قوامها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. حاجه كده ما شاء الله. شايفين عامله ازاي؟ مش عايزه بقى غير رغيف فينو وحته زبده كده يا جماعه، وتتحط في الساندوتش، ويا سيدي بقى يا سيدي. شايفين القطعه دي يعني تستاهل بقكم بجد. نفس الطعم بتاع زمان، عارفين المربى بتاعت التين بتاعت زمان؟ هي دي، هي ده نفس الطعم. انا ما حطيتش اي مواد اضافيه، هو التين والسكر والليمون فقط لا غير. لو عجبتكم بقى الوصفه يا ريت يا جماعه تشيروها، تضغطوا لي لايك وتقولي لي كومنت حلو كده، ويا ريت تتابعوا الفيديو للاخر بالفيديوهات بتاعتي كلها. والف شكر ليكم، مع الف سلامه.